السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايبي، وحشتوني. النهاردة هعمل قرص رحمة ونور على روح الحاجة فاطمة والحاج أحمد، بنطلب لهم الرحمة. دولت واحدة حبيبتي قابلتها النهاردة في الفرن، بقول لكم ايه، هشتغل وانا بتكلم. الله يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا. دول 4.5 كيلو دقيق. هتسألوني ليه 4.5؟ على حسب الطلب، هي طلبت كده. وده 1.5 كيلو سمنة. حطي يا آية. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي. 1.5 كيلو سمنة، اللهم صل على النبي. وكوباية زيت ذرة، دي كوباية زيت ذرة. وكيلو لبن، بس احنا هنشغل العجانة. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله عليهم. عشان ايه؟ احنا كنا ممكن عملناهم على ايدينا، بس العجانة افضل. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي. كنت في الفرن النهاردة، وواحدة حبيبتي قابلتني عزيزة على قلبي قوي، لقيتها حزينة ومهمومة. بقول لها مالك يا حبيبتي؟ قالت لي والدتي ما بتفارقنيش، بعد امي ما فيش حنية. قلت لها الله يرحمها، اطلبي لها الرحمه دايما. قالت لي ما بشوفهاش، نفسي احلم بيها. قلت لها الرحمه، اطلبي لها الرحمه. دي نص كوبايه سكر بودره. لو مش متواجد سكر بودره مفيش مشكله. فلقيتها بتقول والدتي كانت بتحب القرص اللي معموله في البيت، فكانت بتحب تاكلها بشاي. فايه رايك يا ام وعد؟ انا عايزه اعمل رحمه ونور على روح امي وعلى روح والدي قرص. قلت لها يا حبيبه قلبي انا تحت امرك واللي انت شايفاه. قالت لي طيب. وهي كانت بتحب عمايل ايدك، ده اللي باقي من السمنه. هي كانت بتحب عمايل ايدك يا ام وعد، وكانت بتحبك. بالله عليكي اعملي 4.5 كيلو دقيق، وفرقوهم انت للجماعه اللي انت عارفاهم. رحمه ونور على روح والدي ووالدتي. هخلص العجينه واحط اللبن وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما خلصنا العجينه في العجانه. اللهم صل على النبي. شايفين العجينه ناعمه قد ايه؟ ممكن تتعجن على الايد، بس احنا قلنا برضو ايه، مادام عندنا العجانه وبنعمل بيها حاجتنا كلها ماشي، بتبقى افضل بالنسبه لنا احنا عشان الكميات. فاحنا بقطعهم المكونات بتاعتهم 4 كيلو دقيق، 4.5 دقيق، خدوا مني 1.5 كيلو سمنة، وخدوا كوباية زيت ذرة. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخدوا 1.5 كيلو لبن. الخميرة زودتها شوية عشان تقوم بسرعة لل4 كيلو ونص، وحطيت نص كوباية سكر بودرة. هقطع الكمية كلها كده واسيبها تاخد راحتها في الخمر، وارجع لكم وانا بسويه. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما طلعنا القرص من الفرن، وخدت راحتها كويس قوي في الخمر، ودخلتها الفرن. واما خرجت من الفرن سبتها برضو ترتاح شويه عشان لما تتعب. بالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو يترحم على الحاجه فاطمه والحاج احمد، رحمه ونور. ويا رب كده يجعل اولادنا برين بينا زي ما بنتها بره بيها يا رب. احنا بنحط قرصتين وصباع موز وخيارايه زي هي ما طلبت بالظبط، وزي ما كانت والدتها بتعمل لوالدتها. يعني الحاجه فاطمه كمان كانت بتعمل كده لوالدتها. شيء جميل قوي ان يبقوا اولادنا برين بينا كمان بعد ما نتوفى. البر بس مش واحنا عايشين، ان هم كمان لازم يزوروا القبور. الله يرحم امواتنا واموات المسلمين. بالله عليكم ما تنسوناش في التعليق، وتترحموا على الحاجه فاطمه والحاج احمد. ربنا يرحمهم ويجعلهم في الجنه، ويبارك في اولادهم، ويبارك في اولادنا وفي اولادكم. كل اللي يشوف الفيديو يقرا الفاتحه لامواتنا واموات المسلمين. ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعه.